هذا في السعودية رجال من أهل الرياض تحديدا، رجال نجودي وابن حلال وغايب شيطان، شاب يقول تعلقت في بنت عمي من الله، يقول لا علمت أحد وسكت. يقول توني صغير في الثانوي، قلت إن شاء الله بس أخلص الثانوية وأتوظف على طول بخطبها. طبعا هو شهادة الله يعني ما يقال فيه إلا ونعم، هبريح وشقردي وفي طاعة والديه وفي المجلس عند ضيوف أبوه، يعني ينومس، فهو منوى عشقة إلا البنات على ما قال. تخرج من الثانوية ودخل هكا الوظيفة على قده بسيطة، ما كمل جامعة يبي ياخذ فلان، وفعلا تقدم له عمه هلا ورحب وفرح، لكن البنت والله شايفة في روحها شوفها شوي، اي تقلها نادرة شوية ومميزة شوي بجمال او شيء من هالقبيل، فعلى بالها انه بطلع من هالمجتمع اللي يعني بسيط ومتواضع الماديا، انا بطلع بياخذني انسانا ثري. لكن تقدم هالرجال الطيب واستحت ووافقت وهي على مضض، والملزق يطيح ولا لا؟ الله اي ما ودك الوحده الا تاخذ واحده من المصامله ولا تقعد عند ابوها بس. الملزق يطيح اي تسير، هذا مثل معروف ولا يصح انه صحيح. اي بالله. الحاصل انها اخذته وجابت منه بنيه ووليدين عقب ويصبر ضعيف، لكن عذاب الله الشديد مرض جابت له الهبال. وش ذا الفقر، وش ذا القبر اللي انت مسكننا فيه، وش ولا راحوا تمشيها يوسع صدرها، شافت لها موتر زين، ناظر العز الله يخلف علينا احنا هالقرنبع اللي انت مركبنا، الله يحوم سبدك. ولا كل كلمه انه خس من الثاني. اي والشاعر يقول ان رضا نور عيني حط لي جنه، والرضا شب نار وحطني فيها. ترى صحيح. لا وانزعل شاب وانزعل، انا اقول الرضا، اقول الرضا نور عيني حط لي جنه، وانزعل شاب نار وحطني فيها، وهذا الصحيح، هذا ديدون الزوجه. المهم انها كل ما اخذت انحاشت لها زعلت، راح وتسلف وشرى لها طقم ذهب ورضاها ماش، امور ما هي بزينه، ما في فايده، تبي لها واحد شايفته في روحها شوف. اخر شيء قالت والله معود لي قطين مره له هدومي اللي علي قطعتها الكره الشيء. ضاقت به الدنيا الضعيف وخلاها هي وعيالها عند ابوها اللي هو عمه، وقال يا عمي ترى عيالي وداعك، قال ابشر ابد في ذمتي وانا ابوك والله يستر عليه. روح وقدم استقالته، ضاقت به الدنيا ولعاه في الرياض كله، ما عاد لقى هوا في الرياض، وهو انا ولدي وين يروح وفقران ويروح للشرقيه، له اثنين الربع شروه من عندي رجال في الشرقيه، وهو ينصاهم يا مرحبا يا مرحبا بفلان ضيفنا، قال ضيف ولا هو بضيف، ضيف ويبي فزعه. قالوا كلنا الكامل، قال ما هي بفزعه، انا ابي شغل، ابي شغل ما اطلع منه 24 ساعه بشتغل، يبي ينسى. شفتوا شو الفرق؟ الربع شاهد، انا احب اجيب الفوائد. بعض الناس نسال الله السلامه والعافيه اذا حطت به مشكله وضاق صدره وتعومس يروح يدور خرابيط يقول عشان انسى، ويضيع اللي وراه ولا يلقى حل. لكن هذا صار يدلك من طيبته انه يبي شغل عشان وفعلا لها في الشغل، دخل شركه مقاولات تاخذ مناقصات وتاخذ مشاريع، ويشتغل ما يطلع الا ينوم ويرجع باكر الصبح. خذ له يجي سنتين يوم صار المدخل المظهر في هالشركه، وصار عارف ان كل صغيره ويطلع المشاريع وللبر وللبلاد وكل شيء، وميداني ومكتبي هبريح، سلموه الخيط والمخيط. يوم اخذ فتره قال انا ورا ما افتح مؤسسه، وافتح مؤسسه، هالكلام قبل حرب الخليج، وافتح مؤسسه ويبدا ايش؟ ياخذ مشاريع من مشاريع ومناقصات من مناقصاته، ودبت فيه الحياه وزانت اموره افتح الله عليه، وصار يشارك ابو عمر ويشارك فلان ويشارك فلان، وكل من جاء عنده مشروع قال ابد الدرهم حاضره اشتغل الله يرزق والنص بالنص. المهم سبحان المعطي الرزاق العليم، وهي تظهر عليه النعمه، ولكنه نسي العرس ونسي كلش. جاب الله له واحد من شركائه قال يا ابو فلان، انا ابو فلان وين فلان وين اخوانه؟ قال يا رجال خلها على قال شلون هي على الله بس شلون؟ قال رجال فلان واخته واخوه عند امهم في الرياض وانا مطلقها وانا عزوبي. قال انت عزوبي حجل من اللي يعرس، انت عقل الرجاجيل وانت احسن، انت ما تصلح بالامر. قال والله يا ابن حلال انا عارف ان الحريم. قال ما هو على كيفك دقيقه بس، ويروح يكلم قال يا اختي عندي رجال كفو
كفو كفو وفي ذمتي ما تبينه. قالت والله يا اخوي لسانك كفو ويبيني فنبي. قال بس فمان الله ويعود عليه. قال يا فلان قال سمع قال قم معي. شو العلم؟ قال ابيك ابي اركب ويركب معه وراح به للبيت. يوم قعد شوي قال شوف ما فيها الا سلامك اختي والله انا زين الارض اللي تمشي عليها وزين الطبايع فوق زين الزين اللي انت في خاطرك، لكن جامعة الحسنيين وهالحين ترى الله عطاك اياها انسان كتبيها. هي قابله وشفها قال ها فجأة قال شفها وقال لا اله الا الله. قال لا اله الا الله. اليوم دخلت بالقهوه ولا بنت ما شاء الله تبارك الله ويناظر والله تفتح الناس ولها بنية حليله وذربه وادب وحياه. قال يا فلان توكلها خذها. خذ معها يجي 6 أشهر. قالت يا فلان عيالك كبروا ما يصير يقعدون عند الناس ورا ما تجيب عيالك معك. قال الله يرحم والديك. شوف طيب هي شوف طيب بنات الاجاويد وبنات الرجال الاصاعد. قال بيض الله وجهك والله ان هذا اللي بين عيني وحجاجي هذا اللي هوجس فيه ومضيق صدري. اطمر العمه في الرياض. قال يا عمه بيع عيالي عندي. قال عيالك ما لي فيهم طلبه ويعطيه اياه ويجي. هذيك اللي طلقها بنت عمه تقدم لها رجال ثري بعيد من جماعتهم معروف لكنه بعيد ولكن الثرى لا تنشد الدراهم. قالت هذا الرجال هي هذا اللي وخذيه وتجيب منه ولدين 3 وتقعد معها سنيات. انبسطت خذت لها وقت مبسوطه. وش النتيجه؟ الرجال هذا سبحان الله صار يطلع ماديا وبانت عليه النعمه والخير كله. لا انت ابو ملاك شكرا. قال عاد انا وش لها طول في الشرقيه يوم الله اغناني ورا ما اعود عند ابوي واخواني وعيال عمي وعزوتي ويعود ولا هم مجتمعين في حي واحد حول مربع واحد ولا ذيك الارض على 3 شوارع وخذها ودق فيها هاك القصر باستراحته جنبها بمجالس يدخل موتر منه ويظهر منه ويشتري هاك المواتر. زانت اموره. بنت عمه اللي خذت التاجر مسك رجلها في قضية ترويج مخدرات. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أثر هالدراهم اللي عنده وهالخير اللي مستغرب ولا يدري وين يشتغل فيه أثره يبيع ويشتري نسأل الله السلامة والعافية في هالمخدرات وهالبلاوي ويحكم عليه ب15 سنة. أبا قالت لنا ولا هو يطلقني. تطلقت منه. عودت على وين؟ أبوها. قال أبوها يا بنيتي أنا والله ما عندي زوج ما عندي إلا هالغرفتين اللي في السطح ارقي فيها بس تسكني فيها. الحين صارت ترقى وتشوف بعينها قصر ولد عمه. الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. وعيالها يروحون ويجون على ابوه يروحون ولامهم يعودون على ابوهم بين وبين. سبحان الله العظيم. هي طمعت انه يرجعها. طبعا العيال يجون لابوهم في اثناء هالاحداث الروحه والجاي يقول يا ابوي فيه ضعوف ومساكين ومره حالتهم قشره وش رايك يعني لو تصدق تدفع البلا. قال إيه لا تسيف وانا ابوك لا يقصدون هم ما يبون يقولون لامه اي لا وانا ابوك لا اصدقه زين لا بالله عطوه هو داري بس يقول شعر وجه وبنت عم والله وضعيفه ام عيالي ولا يبي يعني على ما قال يحفظ ماء وجهه. قال لا عطوهم ويعطيهم كل ما خذ اعطاهم. ايه ماشي هي تبي هالحين هالعز. قالت مد بنتها السبيره يا بنتي قولي لابوك كود يرجعني. وش عقبه؟ اي وش عقبه؟ جت لابوها قالت يا ابوي وش رايك لو ترجعون من البيت كبير وانت محلك ربي يربع ويعني نبيها تصير حولنا وحوالينا. قال يا بنتي هذا كلامك ولا كلام امك؟ ملغومه. اي ملغومه. في فرق. قالت والله يا ابوي احنا ودنا وامي تقول لو يحصل ودها. قال ايه هي اللي قالت اللس. قالت هي قال اجل وانا ابوت يوم اني اروح للشرقيه وانا ما معي الا حق البنزين ومستقيل من عملي بسبه امك ومصايب امك واللي سمعته باذني من امك وشفته بعيني وضيقتها كالصدر اللي حصلت لي من امك. والله انا ضايقت بالارض بما رحبت لكني قلت كلمات ودي تعلمين بهمك. قالت وش قلت يا ابوي؟ قالت انا حافظها من زينها لكن عاد اخاف اخطي فيها. يقول لا يا سبايب غربتي مليت من كثر الكلام انا انكسرت بعزتي وانت سبايب كسرتي لعاده الله قربك ما يجيب الا الملام. يا ليت ربي ما خلقك بدنيتي يا عثرتي. اقفيت
عقب اللي حصل حزني على صدري وسام. أقفيت عقب اللي حصل حزني على صدري وسام، وحلفت دامك عايشة ما عاد أجيها ديرتي، يا بنسحب في صمت ولا موت وسط الزحام، الغربة أرحم لي ولا أجلس وأموت بحسرتي، واللي طريتي لي تصير بعيني الدنيا ظلام، أرسمك وأحرق صورتك من شان أبرد حسرتي، أقسم بعزة خالقي حامي البيت الحرام، لو تحرقي نفسك ندم ما رد لك من سفرتي. سلامتك.